مساء الخير. من تعتقدون أول مدينة عربية عرفت لعبة كرة القدم؟ ومتى كان ذلك؟ هذه المدينة احتلها البريطانيون قبل أكثر من 170 عاما. بعدها شاهد أبناء المدينة أفراد قوات الاحتلال يلعبون كرة القدم في معسكراتهم، وببساطة جذبهم الفضول لتجربتها، وتنامت بعد ذلك ممارستها بين العاملين من أبناء المدينة في معسكرات الجيش البريطاني، وكذلك بين أبناء الأحياء المجاورة لتلك المعسكرات، حتى بلغت فرق الحارات التي تمارس هذه اللعبة الجديدة 10 فرق. نتحدث هنا عن تاريخ قديم 1885. فهل عرفتم اسم هذه المدينة؟ المدينة العربية هي مدينة عدن، والعدانية هم أول العرب الذين عرفوا لعبة كرة القدم. يعتقد البعض أن أول نادي لكرة القدم تأسس في عدن كان في عام 1887، وحمل اسم نادي الفرس، ومقره في حي الطويلة بجانب صهاريج عدن. لكن آخرين يقولون إن البدايات الأولى للعبة كرة القدم في عدن كانت في عام 1900، بعد أن شكل جنود الاحتلال البريطاني فريق كرة من أبناء إحدى الجاليات الشبان الصغار السن والعاملين في مطابخ وصالات طعام القوات البريطانية، وكانوا يطلقون عليهم بالإنجليزية بارك بويز، أي فتيان الثكنات. منطقة كريتر شهدت تأسيس أول نادي عربي لكرة القدم الحديثة، كان ذلك في عام 1902، واسم النادي الترفيه المتحد، وكان يجمع بين لعبة كرة القدم والرجبي. وفي نفس الفترة تأسس كذلك نادي التنس العربي المهتم بلعبة كرة التنس الأرضي وتنس الطاولة. هذه تواريخ قديمة جدا. في عام 1905 تأسس نادي الاتحاد المحمدي كأقدم الأندية العربية التي لعبت كرة القدم الحديثة، وهذا النادي تحول اسمه فيما بعد لنادي التلال. النادي المحمدي كان النادي الوحيد الذي ظل ينازل العديد من الفرق الأجنبية التابعة للجيش البريطاني وفرق الأساطيل الأجنبية المارة بميناء عدن، ونتيجة لذلك كسب شهرة واسعة بحكم الانتصارات التي حققها على تلك الفرق. هذا هو ملعب البلدية، أو كما عرف لاحقا بملعب الشهيد الحبيشي. تأسس في العام 1905، وكان عبارة عن ملعب مفتوح يحيط به سور محدود الارتفاع من الحجارة. كان ملعب بسيط، وكان حكرا على فرق الجيش البريطاني فقط، لكن سمح لفريق واحد محلي بعد ذلك باللعب على الملعب ضد فرق القوات البريطانية، والفريق هو نادي الاتحاد المحمدي. أبناء عدن هم أول مجتمع عربي عرف لعبة كرة القدم الحديثة، ولم يعرفوها فقط بل أجادوها أيضا إلى حد كبير. المصريون عرفوا كرة القدم الحديثة أول مرة عام 1882، أي بعد أن عرفها العدنيون بما يقارب نصف قرن من الزمان. الأسبان عرفوا كرة القدم في عام 1894. هذا يعني أن أهالي عدن عرفوها قبل الأسبان. نستمر. تأسس أول اتحاد عام لكرة القدم في عدن عام 1953 تحت اسم الجمعية العدنية لكرة القدم. الصورة التي ترونها الآن هي للأعضاء المؤسسين للجمعية. الصورة غير واضحة لأنها قديمة جدا. عدد الأندية التي كانت مسجلة لدى الجمعية الرياضية العدنية في فترة ما قبل الاستقلال 64 ناديا. هذا عدد كبير من الأندية، لكنه كان يعكس حجم النشاط الكروي في عدن في تلك الفترة الزمنية، وكذلك مدى شغف أبناء عدن بهذه اللعبة. في عام 1966 تم ضم عدن إلى عضوية الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا رسميا. يقال
إن الفترة الذهبية للعبة كرة القدم في عدن كانت مع نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي، وتوسعت قاعدة مشجعيها وعشاقها، ووصل مستوى الكرة العدنية إلى أعلى مراتبه ودرجاته وشهرته في الخمسينات، واستمرت اللقا حتى منتصف الستينيات. ما الذي حدث بعد ذلك؟ تأثر النشاط الرياضي بسبب الاضطرابات التي سبقت استقلال عدن وأيضا بعد الاستقلال.